السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. لسه حضراتكم في مسلسل ارتفاع الأسعار، لسه حضراتكم في مسلسل معاناة الناس، لسه حضراتكم في سلسلة جنون الأسعار وإرهاق وتعب الناس. حضراتكم سعر الدولار مقابل الجنيه، يعني الجنيه مقابل الدولار، ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 27 جنيه وربع. يعني الدولار حاليا بيساوي 27 جنيه وربع، ده في سعر البنك. طبعا مش هقول لحضراتكم على السوق الموازية زي ما بيقولوا أو السوق السوداء، اللي النهارده السعر وصل أكتر من 35 جنيه. والمعلومات دي حضراتكم موجودة، مش أسرار ولا حاجة، لأن الواقع اللي احنا بنعيشه النهارده في ارتفاع كبير في سعر السلع الغذائية اللي بتعيش بيها الناس. ونيجي لمشكلة الزيت حضراتكم، الزيت اللي عايز شغل بعد الظهر. مشكلة الزيت النهاردة ازازة الزيت اللتر تجاوز سعرها ال60 جنيه، والرز وكل السلع الغذائية تقريبا. مقابل ارتفاع الأسعار ده حضراتكم دخل الأسرة مش بيزيد. النهارده اللي بيدخل له 100 جنيه ما بيخلوش النهارده، ما بيدخلوش أكتر من 100 جنيه. هي ال 100 جنيه أو 200 جنيه أو 50 جنيه حسب دخلك، لسه الفلوس هي. لكن قدرة اللي أنت كنت بتشتريه ب 100 جنيه النهارده محتاج 100 على 100، محتاج 200 300 جنيه عشان تشتري نفس الأشياء. الضغط على الأسر بيزيد، والضغط على المجتمع المصري بيزيد. وابتدت الأسر زي ما قلنا في فيديوهات كتيرة قبل كده، لكن إن تستغنى عن حاجات كتير. لكن لسه هنقول وهنقول وهنقول، لأن المعاناة بتزيد على الناس. حقيقي الوضع أصبح متعب ومرهق لدرجة الناس عفوا في التعبير بلمت، أصبحت ماشية تايهة. أصبح السكوت أو الذهول أو الصدمة هي دي الشعار. يعني طول عمرنا حتى لو كانت في ظروف اقتصادية صعبة، موضوع الأكل والشرب ده ما كناش نتكلم فيه، عيب. لكن دلوقتي ما بقيناش نستحمل. معظم الأسر المصرية النهاردة بتئن لتوفير احتياجاتها الرسمية. أي أسرة في الدنيا محتاجة تشتري أكل، محتاج يكون عندها بروتين، محتاج إنها تاخد على الأقل 3 وجبات في اليوم، محتاج أطفالها يروحوا المدرسة، محتاجين بعد الشر لو حد تعب يروح للدكتور، ناهيك عن سعر الأدوية الجنوني وبعض الأدوية اللي مش موجودة. يا حضراتكم أنت مش هتشتري النهاردة يعني ملابس شتوية بمناسبة الشتاء، الحاجات دي بقت من فعل الماضي، بقت مش موجودة. خلينا نتكلم في السلع الأساسية. النهاردة صحة أولادنا زي ما قلنا قبل كده مهددة. سوء التغذية، مش بناكل أكل صحي، والنفسية بقت صفر، والخلافات الزوجية ابتدت تزيد، والمشاكل الزوجية كترت، ونسبة الانفصال الزوجي الطلاق كترت نظرا للحالة الاقتصادية. النهارده الزوج بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة ومش قادر يوفر، بيكافح، بينخر في الصخر، لكن احتياجات أسرته الطبيعية البسيطة اللي مش إسراف ولا حاجة مش قادر يوفرها. تيجي للترشيد اللي بيقول عليه الوزراء، الأسر كلها بترشد وبتحاول تعيش بأقل حاجة، لكن مش قادرة. الوضع أصبح متعب ومرهق. والكلام اللي احنا بنقوله ده حضراتكم مش كلام مرسل، ده واقع بتعيشه الناس، واقع بتعيشه الناس. الناس ماشية دايخة، الناس ماشية تكلم نفسها، الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين. النهاردة في يوم الجمعة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع أن يخفف عنا وأن يزيح عنا هذه الغمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم الجمعة المبارك أن يخفف عنا وأن يبعد عنا كل ضيم وكل غم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.